متهيألي ان المنظر اللي باين قدامنا ده مش محتاج كلام. طاجن اللازانيا ده خطير وسريع وما بياخدش وقت خالص، وكمان مكوناته سهلة قوي. فيلا بينا في الفيديو ده نعمل مع بعض اللازانيا بطريقة سهلة وما تاخدش اي وقت، وفي 10 دقايق بس هتبقي مجهزة الغدا. عندي هنا اول حاجه طاسه حطيت فيها معلقتين كبار من الزبده، ونزلت فيهم بنص كيلو من اللحمه المفرومه. سبت اللحمه لحد ما لونها بدا يتغير. اول ما لون اللحمه بدا يغير نزلت عليها ببصلايه كبيره، واختياري ممكن تحطي فلفل الوان. انا هنا حطيت نص واحده من الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر. قلبت اللحمه مع الخضار كويس، وبعدين بدات اضيف عليهم طماطمتين ضربتهم في الخلاط، ممكن تستبدليهم بمعلقه من صلصه الطماطم. بعد ما ضفت الطماطم حطيت بدأت أضيف البهارات بتاعتي: ملح، فلفل أسود، شوية من السبع بهارات، شوية من الزعتر، ومكعب من مرقة اللحمة. وقلبتهم وسبتهم لحد ما الطماطم تتسبك وكمان اللحمة تستوي. في حلة تانية على النار جبت 3 معالق كبار من الزبدة، معاهم 3 معالق من الدقيق، عليهم 3 كوبايات من اللبن. قلبتهم مع بعض كويس، وبعدين بدأت ان انا اضيف ملح، فلفل اسود، شوية من جوز الطيب، وبعدين ضفت عليهم شوية من الجبنة الشيدر المبشور. طبعا صوص البشاميل استوى وكمان اللحمه كانت استوت. جبت بقى طاجن الفرن بتاعي، حطيت فيه شويه كده من صوص البشاميل، وبعدين بدات احط طبقات من اللازانيا. النوع اللي انا جايباه مش بيتسلق، لو انتي بتجيبيه بيتسلق ممكن تسلقيه المده اللي بتبقى مكتوبه على العلبه. كل نوع طبعا على حسب المده بتاعته. حطيت طبقه من المكرونه، وكمان عليها شويه من صوص البشاميل، وشويه من خلطه اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها دي. وهحط كمان فوق اللحمه المفرومه هحط عليها شويه تانيين من الصوص بتاع البشاميل، وكمان شويه من الجبنه الموتزاريلا. انا كان عندي ميكس كده موتزاريلا وشيدر، حطيت منهم شويه على الوش. وفوق الجبنه كمان هحط شويه تانية من صوص البشاميل، لان صوص البشاميل هو اللي هيسوي لي طبقات المكرونه. بدأت طبعا مشيت بنفس الطريقة دي في الخطوات كلها لحد آخر طبقة من اللحمة المفرومة، حطيت عليها كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا والشيدر برضو. واخر طبقة بقى من المكرونة هحط عليها باقي كمية البشاميل اللي كانت عندي كلها، وهسويها كويس كده على الوش. في الوقت ده طبعا انا هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هدخل عليه الطاجن ده، هحطه في الرف اللي في النص، وهسيبه لمدة 20 دقيقة علشان طبعا دي المدة اللي مكتوبة على العلبة، على حسب طبعا نوع المكرونة اللي هتستخدميه. نوع المكرونة ده كان مكتوب عليه 20 دقيقة في الفرن، وفعلا بعد 20 دقيقة كانت استوت. وفتحت عليها الشواية، الجبنة تسيح وتاخد لون ذهبي كده يكون حلو. بعد كده طلعتها سبتها شوية. طبعا لو حابين ان انتوا تاكلوها سخنة، بتبقى يعني الناس اللي بتحب تاكل المكرونة او اللازانيا تكون سخنة وسايحة كده، بتقطعيها على طول بعد ما بتطلعيها من الفرن. لو حابة انها تقطعيها لقطع تكون متساوية، استني عليها لحد ما تبرد وبعدين ابقي قطعيها. بعد تلت ساعة وطبعا 5 دقايق على الشواية طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان طعمها خطير 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 بجد، كانت حلوة قوي. وكمان ما خدتش لحمه مفرومه كتير، يعني انت ممكن تعمليها كمان بربع كيلو لحمه مفرومه. زي ما انتم شايفين شكلها كده كان طعمها حلو قوي. بتمنى تجربوها وتعجبكم، انا متاكده انها هتعجبكم لو جربتوها. وبس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده.